السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي جيجي، وحشتوني جدا 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 جدا. احنا هنتكلم النهاردة في موضوعنا عن الحاج جابر. اخيرا خرج عن صمته واخيرا اتكلم. هو اي نعم اتكلم على اليوتيوب، ولكن اكيد هو اتدخل ما بين اولاده وكان حابب اللي هو يصلح ما بينهم. اي اب في الدنيا لما بيشوف ولاده زعلانين او ما بيكلموش بعض او متخاصمين، سواء مين اللي غلطان او مين اللي صح، فبيبقى بيحاول اللي هو بيصلح ما بينهم. ولكن يا حاج جابر، احنا طبعا معاك وبنقول ربنا يصبرك على اللي انت فيه، وربنا يصبركم جميعا على اللي انت فيه. بس يا حاج جابر، انت طلعت في الفيديو وبتقول زعلان علشان الحاج رزق ابو الاء اللي هو طلع في الوقت ده وحاول اللي هو يعمل يعني معنى كلامك اللي هو بيفركش الاخوات عن بعضها، وجاب طرف تالت اللي هو حسن. اولا هنتكلم في فركشة الاخوات عن بعضها. يا حاج جابر، مين اللي قال الاول ان هو زعلان من اخوه؟ مين اللي فتح فيديو كده وبقى عمال ينزل اسطوري كل شوية ويوجه كلام لاخوه ويقول عليه اللي هو كذاب واللي هو منافق واللي هو مراته مش حامل؟ مين اللي طلع الاول؟ اكيد حمدي، صح ولا غلط؟ طبعا احنا كلنا كنا شايفين من البداية حمدي هو اللي بدأ الاول. فبما ان حمدي هو طلع الاول وقال على الملأ اللي هو زعلان من اخوه، يبقى حمدي هو اللي كان غلطان من اول. كان حتى لو هو زعلان مع اخوه كان على الاقل زي ما انا قلت في الفيديو قبل كده اللي هو كان يكلمه مكالمة تليفونية وكان يكلمه، لكن ما يقولش على مشكلته مع اخوه على الملأ. احنا كنا طبعا واخدين على عائلة الحاج جابر اللي هم بيطلعوا مع بعض ايد واحدة، وان هم بيبقوا مبسوطين وبيبقوا فرحانين وبيبقوا سعداء، والاخوات بيطلعوا مع بعض. فاحنا ما كناش متوقعين اللي يجي في يوم من الايام ان الاخوات يتفرقوا بالمنظر ده. واللي بدأ الاول يا حاج جابر هو مين؟ ابنك حمدي هو اللي بدأ الاول. دي حاجة. الحاجة التانية اللي برضك النقطة اللي اللي عايزة اتكلم فيها، انت بتقول ان ابو الاء جه لما الاخوات بدأوا خلاص الامور هتتصلح، وبدأوا ينزلوا فيديوهات اللي هما كويسين ومش عارفة ايه وكده. ده ينزل لحمدي وده ينزل لمحمد وحسن ينزل لاخواته. ماشي، بس ما تنساشي ان حمدي برضك هو اللي غلط في الراجل ده الأول. أو معنى أصح لما يقول على بنته اللي هي كدابة واللي هي بتوقع الدنيا ببعضها، وكل شوية بسم الله ما شاء الله ينزل ستوري يتكلم على أخوه ويتكلم على مرات أخوه وإنهم كذابين ومنافقين وهي مش حامل والكلام ده. أي أب في الدنيا، أي أب في الدنيا لما يشوف ولاده في مشكلة، اي اب في الدنيا بيحاول اللي هو يدافع عن ولاده. طبعا الاب هو السند وهو الظهر. لما يبقى على العلن كده وعلى الملأ كده، لما حمدي يقعد يتكلم على مرات اخوه اللي هو تبقى بنت الحاج رزق، فطبعا الحاج رزق يعني قال استوب. يعني انا سكت مرة واتنين وتلاتة، حمد عمال يزيد فيها، فطلع لنا في فيديو واتكلم بكل ادب وكل احترام وما غلطش في اي حد فيكم خالص، واتكلم بكل ادب ووضح ويتكلم بكل احترام. صح ولا غلط؟ جه حمدي لما بقى الحاج رزق لما طلع في الفيديو طبعا شتمه واهانه وقال عليه كلام يعني قذر جدا. قال له يا عواطلي، يا يا أجرب، وقال كلام وحش في حقه كتير. طبعا ده أب وولاده طبعا ليه أسرة. لما زوجته تشوف إن واحد قد ابنها يقول كده على جوزها، لما ولاده يشوف واحد كده قد ابنه
ويقول كده على ابوهم، طبعا بتبقى حالتهم النفسية بتبقى وحشة جدا. ورغم كده ان مراته ما طلعتش في فيديو، ولا ابنه طلع بفيديو، ولا بنته طلعت بفيديو، هو اللي كان بيتكلم بكل ادب وكل احترام. يا حاج جابر، ابنك هو اللي بدأ الاول. انت نفسك لو كان حد قال على بنتك كلمة وحشة، انت كنت اول واحد تطلع وتدافع على بنتك. الكلام ده مش في السر، او مثلا احنا ما نعرفش عنه، او مثلا انتوا حلتوها مثلا ودي مع بعضكم، المشاهدين ما كانش تعرف، لكن انتوا اللي فضحتوا نفسكم بنفسكم. واللي بدأ الاول هو حمدي، مش الحاج رزق. حمدي بقى نازل بشتايم، والحاج رزق بقى عمال يرد عليه بكل أدب وبكل احترام. وقال له كذا مرة في الفيديو، قال له لازم تطلع كده زي ما انت اهنتني، تطلع على الملأ كده وتعتذر لي. وبرضك حمدي متكبر ومرضاش اللي هو يعتذر على الملأ. ف حاجة كمان يا حاج رزق، انت بتقول ان الحاج قصدي سوري يا حاج جابر، حضرتك بتقول ان الحاج رزق دخل طرف تالت في المشكلة، اللي هو انت قصدك يعني حسن ابنك التالت. بس انت لو تفتكر في الفيديوهات، لو انت في الاول خالص في البداية، حمدي هو اللي قال الأول إن سبب المشكلة بسبب محمد، اللي هو بيغيظ أخوه حسن. يعني انت برضك كده يا حمدي بتوقع حسن ومحمد في بعض. يعني مش الحاج رزق هو اللي قال كده عشان يوقع الاخوات في بعضهم، لا، ده ابنك نفسه هو اللي قال كده الاول. قال سبب مشكلتي مع اخويا محمد بسبب حسن، علشان هو عمال يعاند حسن في حكاية الحمل. صح ولا غلط؟ فمش الحاج رزق هو اللي جاب طرف تالت، لا، هو الحاج رزق رد لما حمدي قال كده، رد بعديه. بس الأول حمدي هو اللي كان قايل حسن، مش الحاج رزق. فاللي كان بيدخل الخطوط في بعضها واللي كان بيوقع الدنيا ببعضها كان يعني حمدي، لأن حمدي هو اللي اتكلم الأول. دي تاني نقطة. في نقطة كمان، الحاجة سعدية لها كل الاحترام والتقدير، وهي فوق راسنا كلنا. بس ما كانش ينفع برضك اللي هي تنزل بفيديوهين اتنين بالإساءة لمرات ابنها، وبالكلام يعني وحش خالص، ما ينفعش اللي هو يتقال برضك على الملأ، اللي هي تقوله على مرات ابنها وعلى ابنها اللي سرقها وخد منها ذهبها وخد منها القناة. ما كانش ينفع خالص يا حاجة سعدية اللي انت تقولي كده على ابنك، وكمان تهيني مرات ابنك وتقولي نسب يعر، وتشتمي في الراجل، وتهزقي في امها، وتهزقي في اخواتها. ما كانش ينفع. انت كنت عاملة قناة، كنت ابدأي بيها بفعل خير. من اي حاجة في القناة تكون مثلا زي ما انا قلت قبل كده، تحدي، روتينات، بالفرحة، بالابتسامة الحلوة اللي انت كنت بتبقى حوالين ولادك بتضحكيها وبتفرحينا معاكي بالفيديوهاتك بضحكتك الحلوة. لكن انت طلعتي بألفاظ خارجة خالص على ابنك، سرقتيه في الفيديو، قلت عليه اللي هو حرامي وسرق ذهبي وسرق فلوسي وسرق قناتي. وطلعت برضك ان انت تشتمي على مرات ابنك، وقلت عليها اللي هي كانت سحراني، واللي هي عاملة اعمال، واللي هي مش كويسة. ودعيت عليها برضك بالعصب السابع، قلت ان شاء الله يجي لها العصب العاشر. فحرام طبعا، حرام، ما كانش ينفع حاجة سعدية اللي انت تطلعي بالكلام ده. فده كان موضوع النهاردة يا جماعة، ويا رب يهدي يا رب النفوس، ويا رب النفوس كلها تتصالح
هو ده كان موضوع النهاردة. بس يا ريت يا ريت يا ريت لو انت وصلت معايا لغاية هنا وسمعتني للآخر، ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس ويوصلكم مني كل جديد. وبحبكم جدا يا أحلى مشاهدين وأجمل متابعين في الدنيا بحالها. ومستنية أراكم في التعليقات، لأن أراكم بيهمني جدا جدا.